غريبه بقت هنا كل يوم تطمن عليا. الاولاد ده لحد دلوقتي جسمي، بصوا جسمي لسه بيتعافى لحد دلوقتي جسمي لسه بيتعافى من شكشكه الابر. انت عبيط. لو رجع بيا الزمن لو شفتك في مكان هتف في خلتك، عشان مش ده الراجل اللي كنت احلم بيه. انا عايزه راجل، انا ولا ببص لفلوس، الحمد لله انا عيني مليانه، ولا ببص لفلوس ولا ببص لاي حاجه، ببص لحاجه واحده، راجل يبقى ظهر وسند، راجل كلمته من دماغه، مش سايب لي امك تلقح ومرات اخوك تلقح ودخلتوا لي صاحبه معرفش مين تاني كده، عيال تانيين كده على السوشيال ميديا ويلقحوا. انت كراجل فين يا جماعه؟ بس يا جماعه حتى لو انفصلنا الانسانه دي كانت في حياتي، ما حدش وقف جنبك غيري، ما حدش كبرك غيري، ولا امك كانت معاك، ولا انا اللي كنت بجري عليك لما كنت بقى تعبان. انا اللي بدي اجري عليك واكتب لك الادويه هتاخدها امتى وتعملها امتى. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل، يقعد في صحتك واشوف حقي راجع قدام عيني. انا كبنت كسرتولي فرحتي وكسرتولي نفسي. بنت مروحه من قاعتها اول يوم بتقلع فستانها، تمام؟ نسيت اقول لكم حاجه صح. الحاج حسن وهو في القعده لما بيقول له على القايمه، اما ابوه رد قال له لا موضوع القايمه خلاص خلصنا منه. قام الحاج حسن قال له يعني معنى كده انك سالت وعرفت ان الراجل ده معاه حق؟ قال له بقالك 4 ايام بتتكلم على القايمه، ولما تيجي تعملوا قعده عرب ما تقولوا خلاص موضوع القايمه خلص؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ابوك يبقى هنا ويكلمك قدامي بره في الشارع يقول لك قبل ما يتحرك من عند ابويا ابوك وخالك، يا عمر الموضوع ده اتنسى يا عمر خلاص. اصلا تاخدوا التقيل بعد القايمه، الشيخ كان على القايمه وهم هنا، قام بابا رن على الشيخ، تمام يا شيخ القايمه فين يا شيخ؟ قال له يا ابي يوسف مش احنا بعد ما كتبنا القايمه انت قلت خلي القايمه معاك؟ قال له يعني حق بنتي مش معايا، حق بنتي مع الراجل امانه. في حد بيعمل كده؟ يا ده ابويا ما كتبش مؤخر، ابويا القسيمه فاضيه ما فيهاش مؤخر، ما فيش شبكه، ما فيش مهر، الصداق المسمى بيننا. كل ده وفي الاخر اتشافنا وحشين، كل ده واتشافنا معرفش. يوم ما كانوا بيعزلوا اخر مره بينقلوا من شقه لشقه ما حدش وقف معاهم غيرنا. مرات اخوه اللي هو فرحان بيها واخوه قسما بالله والمصحف ده، صحابه قالوا له عمر فين اخوك يا ابني ومراته يا ابني يجي يساعدوكوا يا ابني؟ احنا اللي كنا معاهم واحنا اللي كنا بنعمل كل حاجه معاهم. كنا في الفرح قبل الحزن والحزن قبل الفرح. طالع لي تعيط لي؟ طب ما انا دلوقتي ممكن اعيط واسح واقول له وعمل وسوى. لا، صاحب الحق عينه باكحه وانا عيني باكحه عشان احنا مش غلط. طالع تقول لي وزاره الداخليه؟ طب يا وزاره الداخليه انا هو كبنت مظلومه. انت عبيط يا ابني، انت عبيط يا ابني، انت مريض، انت انسان مريض نفسي. ويقول لك جماعه وغير كده بيكلم بنات وبيكلم قرف وتبعت لي سكرينات مقرفه، سكرينات مقرفه. ما اقدرش اقول لكم اكتر من كده. ويوم الماتش لما هي نزلت الستوري، ده منظر واحد زعلان، ده منظر واحد مش عارف يعمل ايه وحاول تاكل. هنضحك على بعض، ده بيفكر، العقل ده بيفكر. مش اي حد اطلع لكم اوريكم الفواتير والسكرينات واوريكم كل حاجه. اهدوا عليا وهوريكم المكالمه اللي بقول لكم عليها، تسمعوا الانسان ده قذر ازاي وبيقول اوسخ الشتايم. قسما بالله انت لو اخر راجل على وش الدنيا تفوق على خلقتك. اكبر ابويا ما اكسرش بابويا